ازيكم؟ يلا بينا نعمل شوية كبدة اسكندراني كده زي اللي بنلاقيها في الشارع. حاجة كده تحفة، الريحة هتجيب اخر الشارع يجوا ياكلوا عندك في البيت. لو اول مرة تشوفوني يعني اسمي هدير، ما تنسوش اللايك والشير. اول حاجة هنعملها، هنروح على النار في طاسة، هنحط فيها معلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة. السمنة هنا هتديها طعم وريحة مختلف. تمام. بعد كده ما السمنة سخنت معانا، هنبتدي ننزل بكيلو من الكبدة. انا متقطعة اسكندراني رفيع كده، هبتدي بس انزلها بشويش زي ما بين عندكم في الفيديو، وتنزلوها بشويش عشان الزيت والسمنة سخنين ما يطرطشوش عليكي وايه يعني يحرقوكي لا قدر الله. بعد كده بقى هقلب الكبدة كويس جدا على نار، شايفين زي ما قلتلكوا بتفرقع، فهتقلبوا بشويش وبسرعة. وهي اصلا الكبدة من النوع ان ما بتقعدش كتير على النار، يعني بتبتدي تلون في ساعتها. اول بقى ما تبتدي تاخد اللون التحفة دي، ابتدي بقى انزلي بالتتبيلة اللي هقولك عليها. فلفل رومي متقطع شرايح وفلفل حار. طبعا الحار حسب رغبتك، حابة تضيفيه اوكي، حابة ان انتي تستغني عنه برضو ماشي. وهبتدي ان انا اقلبهم كده تقليبة بسرعة. بعد كده بقى هبتدي انزل بالتوابل، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة فلفل اسود، تمام، ومعلقة كبيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة كبيرة من الكمون. اوكي، انا المعالق اللي بعاير بيها معالق صغيرة، انتي ممكن تعايري بمعلقة الشاي، هتبقى معلقة واحدة. اوكي. بعد كده هقلبهم تاني، وقبل ما اقلبهم هحط التوم. هنا معايا فصين من التوم، حابة تزودي توم اوكي، حابة تقللي اللي يريحك. قلبي بقى كويس جدا لحد ما كل المطيبات دي تتجانس مع بعض كده وتتظبط. شايفين؟ يعني عايزه اقول لكم الريحه فظيعه. قفلت بقى عليها، وبالخبز كده بدأت ان انا انزل في صوص الكبدة، وهبتدي ان انا احط بقى سندوتشات الكبدة. ممكن تحطي طحينة قبل ما تحطي الكبدة، برضو ده اللي يريحك. وقطعي بقى جنبيهم بقى شرايح طماطم، ليمون. انا بقى بحب عليها الليمون جدا، فهدوق بقى واقول بسم الله وادوق. عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. انا اكلت لي سندوتشين كده، انا عماله اطلع اصلا من الساندوتش واوريكم شكلها عامل ازاي. يعني خطيره خطيره ملهاش حل، يعني دابت والساندوتش داب معاها. انا كنت بدوق هنا. عايزه اقول لكم الوصفه رهيبه، جربوها وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش طبعا في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. انا اكلت واحد وانا بوريكم ازاي بنحشيه، واكلت واحد تاني وانا بعمل طبق التقديم. عايزه اقول لكم ما قدرتش اقاوم طعمها، والله مش قادره، عماله اعصر في ليمون واكل، يعني مش عارفه ايه الفجعه دي. على العموم انتظروني باذن الله في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.